السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء في سلسلة شروح مادتي الحاسوب والتكنولوجيا. نلتقي اليوم معا لنتعرف إلى الحاسوب، ما هو الحاسوب وما هو مبدأ عمل الحاسوب، بالإضافة إلى مزايا الحاسوب. يوجد أمامكم هنا مجموعة من البطاقات، وخلف كل بطاقة من هذه البطاقات يوجد رقما ما. فمثلا إذا اختار أحدكم الرقم 3 سيجد سؤالا يقول له سم اختراعا سهل حياة الإنسان. من بين الاختراعات التي سهلت حياة الإنسان السيارة، الطيارة، الثلاجة والحاسوب. لنفتح بطاقة أخرى لتكن مثلا بطاقة رقم 8. أعطني مثالا على جهاز إلكتروني. الأجهزة الإلكترونية كثيرة ومتعددة، قد يجيب أحدكم التلفاز أو الهاتف المحمول، التابلت أو الحاسوب. إذن أيضا الحاسوب من الأجهزة الإلكترونية. ماذا عن البطاقة رقم 13؟ مما يتكون الحاسوب؟ هل تعرفون مما يتكون الحاسوب؟ ربما يقول لي أحدكم من فأرة وكيبورد أو لوحة مفاتيح، من شاشة، وقد يخطر على بال البعض أن يجيبني بأنه يتكون من البرامج. إذن بتجميع الإجابات التي خطرت في بالكم نصل إلى تعريف الحاسوب. الحاسوب هو جهاز إلكتروني يتكون من مجموعة من المعدات هاردوير التي بإمكاننا رؤيتها ولمسها المتصلة مع بعضها البعض. كل واحدة من هذه المعدات تؤدي وظيفة معينة. طبعا هذه المعدات تعمل فيما بينها بتكامل من خلال البرامج أو السوفتوير. مر معنا قبل قليل المعدات والبرامج، وقلنا بأن جهاز الحاسوب يتكون من المعدات والبرامج، ولكن هل هناك فرق ما بين المعدات والبرامج؟ أجل، فإن المعدات هي الأجزاء التي يمكن رؤيتها ولمسها، مثل الفأرة، لوحة المفاتيح، الشاشة، وحدة النظام، كاميرا الويب، الميكروفون وغيرها. فالمعدات هي الأجزاء التي يمكن إذن رؤيتها ولمسها. أما البرامج هي مجموعة الأوامر والتعليمات التي تدير عمل الحاسوب وتتحكم في مكوناته المادية. فمن ضمن البرامج مثلا نظام التشغيل الذي سيمر معنا إن شاء الله في هذا الكتاب. أيضا من بين البرامج برنامج الوورد، برنامج الكونستراكت، برنامج السكراتش، برنامج الفيجوال بيسك أو السمول بيسك، وجميعها برامج ستمر معنا خلال السنوات القادمة إن شاء الله تعالى. أمامك مجموعة من الصور بناء على التعريفات التي قلناها سابقا من المعدات والبرمجيات، بأن المعدات هي التي نستطيع لمسها ورؤيتها، وأما البرمجيات فهي سلسلة الأوامر والتعليمات. صنف الصور الآتية إلى معدات أو برمجيات. لنأتي إلى القسم الثاني وهو مبدأ عمل الحاسوب. هذا الحاسوب الذي بين أيدينا يقضي ساعات طوال. هل فكرت يوما ما هو مبدأ عمله؟ إذن خذ بداية هذا السؤال، حرك دماغك واكتشف النمط، ومن ثم احصل على الإجابة لنعرف بعدها كيف هو مبدأ عمل جهاز الحاسوب. إن السؤال يقول 11 ضرب 11 يساوي 4، 22 ضرب 22 يساوي 16، 33 ضرب 33 كم يساوي؟ أوقف الفيديو قليلا، احصل على الإجابة، ومن ثم تابع مشاهدة هذا الدرس. أهلا وسهلا بكم مجددا. لابد أنك وصلت إلى أن الحل يساوي 36. كيف ذلك؟ فإن 3 زائد 3 عبارة عن 6، و3 زائد 3 ما هي إلا 6، فبالتالي 6 ضرب 6 يساوي 36. تماما كما فعلت أنت لحل هذا السؤال، فإن مبدأ عمل الحاسوب يشبه المبدأ الذي استخدمته لحل المشكلات. ففي البداية قمنا بمشاهدة وكتابة هذه الأرقام، إذن أنا استخدمت يدي كوحدة إدخال، ومن ثم قمت بعملية التفكير وفكرت، بمعنى آخر قمت بعملية المعالجة، وختاما وصلت إلى النتيجة وكتبت النتيجة ورأيتها أمامي، فبالتالي حصلت على المخرجات. وتماما جهاز الحاسوب يشبه هذا المبدأ في العمل. فبداية يقتصر مبدأ عمل الحاسوب على 3 عمليات أساسية.
إدخال البيانات، معالجة البيانات المدخلة، ومن ثم إظهار المخرجات. في الخطوة الأولى تتم عملية إدخال البيانات، حيث تعتبر وحدة الإدخال الأساسية هي لوحة المفاتيح، فهي تستخدم لإدخال الأوامر والنصوص، الحروف، الأرقام وغيرها. طبعا هناك وحدات إدخال أخرى تستخدم في إدخال أشكال مختلفة من البيانات، ومنها مثلا الماسح الضوئي، السكانر، وكذلك الفأرة والميكروفون وكاميرا الويب. أما الخطوة الثانية كما قلنا فهي معالجة البيانات المدخلة. والبيانات المدخلة عند إجراء العمليات لها تقسم إلى نوعين: العمليات الحسابية والعمليات المنطقية. العمليات الحسابية يكون ناتجها رقم، ونستخدم العمليات الحسابية لها الجمع، الضرب، القسمة والطرح. فمثلا إذا قلنا 2 زائد 1 فإن ناتجها رقم سيكون 3، واستخدمت العملية الحسابية الجمع. أما إذا كانت مثلا 4 ضرب 2 تساوي 8 فإن الناتج الخاص بها أيضا هو رقم، واستخدمت عملية الضرب هنا. في المقابل هناك العمليات المنطقية، ففي العمليات المنطقية نلاحظ بأن ناتجها واحد من خيارين، ونستخدم العمليات مثلا أكبر أصغر تساوي أكبر أو أقل أصغر أو أقل وغيرها من عمليات المقارنة. فإذا كانت مثلا السؤال 3 أكبر من 2 فإن الناتج الخاص بهذه العملية هو 1 من 2، إما 3 وإما 2، وفي هذه الحالة سيكون الناتج هو 3. فبالتالي عند معالجة البيانات المدخلة نحن نعالج العمليات الحسابية والعمليات المنطقية، وقد تكون مثلا معالجة النصوص، وجميعها تعتبر عملية معالجة تتم عن طريق CPU أو البروسيسور الذي سنمر بالتفصيل عليه إن شاء الله تعالى في الصفوف القادمة. وختاما نأتي إلى إظهار المخرجات، بحيث يتم إخراج أو إظهار هذه المخرجات والنتائج باستخدام وحدات الإخراج المختلفة. فقد تكون هذه المخرجات مرئية عن طريق الشاشة أو مطبوعة عن طريق الطابعة. ويمكن مرة أخرى اختصار مبدأ عمل الحاسوب في 3 خطوات: إدخال البيانات، معالجة البيانات المدخلة، ومن ثم إظهار المخرجات. ونأتي في النهاية إلى مزايا جهاز الحاسوب. إن جهاز الحاسوب لديه الكثير من المزايا، فقد اخترع الحاسوب في البداية لمساعدة الإنسان على إجراء العمليات الحسابية بطريقة أسرع وأدق من النظام اليدوي، وتطور جهاز الحاسوب بعد ذلك ليؤدي مهام كثيرة. ويتميز أيضا جهاز الحاسوب بخصائص عديدة حتى يستطيع تأدية هذه المهام الكثيرة، ومن بينها سونيك يذكرنا دائما بالسرعة. فجهاز الحاسوب يتميز بالسرعة الهائلة، حيث يستطيع تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية بطريقة أسرع بكثير من الإنسان، مما يساعد على توفير الوقت والجهد والمال. أما علامة 100% فتذكرنا دائما في الدقة العالية. فنتائج العمليات التي يعطينا إياها الحاسوب تتميز بالدقة العالية جدا، وهذا الذي أدى إلى تطور كبير ومختلف في الميادين، ومنها على سبيل المثال نتائج اختبارات الثانوية العامة التي تم تصحيحها باستخدام جهاز الحاسوب. يتميز أيضا جهاز الحاسوب هنا نرى الدماغ أصبح مثقلا من كمية المعلومات التي يخزنها. أما الذاكرة فهذه البطاقة الصغيرة هنا تحتوي على 64 جيجا كقدرة تخزينية، فبالتالي يستطيع جهاز الحاسوب أن يخزن البيانات ويسترجعها بكمية كبيرة جدا. فبإمكاننا مثلا تخزين موسوعة كاملة من الكتب على قرص مدمج CD واحد أو ذاكرة فلاش واحدة، واسترجاع المعلومات من هذه الكتب عند الحاجة إليها بسرعة عالية جدا. وأيضا فإن جهاز الحاسوب يتميز باستمرارية العمل، فجهاز الحاسوب يستطيع أن يعمل لفترات طويلة دون كلل أو ملل ما دام التيار الكهربائي موصولا.
فبالتالي وصلنا إلى نهاية درسنا، وتعرفنا في هذا الدرس على جهاز الحاسوب، تعرفنا أيضا إلى مبدأ عمل الحاسوب، وقلنا بأنه يتلخص بالخطوات الثلاث: إدخال البيانات، المعالجة، وإظهار المعلومات. وأيضا تعرفنا إلى مزايا جهاز الحاسوب، فقلنا بأنه يتميز بالقدرة الكبيرة على تخزين البيانات واسترجاعها، بالسرعة الهائلة، باستمرارية العمل، وكذلك بالدقة العالية. والآن عليك عزيزي الطالب، عزيزة الطالبة، فتح كتابك الحاسوب صفحة 10 وحل أسئلة الدرس. وإلى هنا أستودعكم الله، ولنا لقاء إن شاء الله تعالى.